أنا وداد، إنسانة درويشة بعقلي مرزنة متقسمة، كنحمل شي مشاكل وما عنديش مع صداع. متزوجة من سي محمد. مؤخرا نتفت الوعثاتي بجلدهم كيبقى كبار نسفة، وراجلي قال لي برافو عليك هالونجو ديالك. تابعوني على قناة قصص مغربية واقعية، بالتالي باش تعرفوا علاش وكيفاش. السلام عليكم، كي دايرين مع الحياة ومع صعوباتها. انا اليوم غادي نفتح لكم قلبي ونحكي لكم قصتي. قصه بدايتها زوينه ولكن طريقها ما كانش مفروش بالورود. انا سميتي وداد. من صغري وانا عندي داك العشق للقرايه، للدراسه. من صغري كنت كنجمع الوسايد المونيكات، كنستفهم فوق السدادر بحال زعما التلاميذ، كنجلس قدامهم بحال شي استاذه وكنبدا كنقريهم. الوالده كتضحك وتقول لي ايوا الله يجعلها فالخير عليك. ايوا الحمد لله، كبرت وسط عائله محترمه محافظه وكملت قرايتي وحققت حلمي ووليت معلمه. كنت انا البنت الكبيره، عندي خويا صغر مني بعام حتى هو دخل التعليم استاذ ديال اللغه الفرنسيه، وعندي اختي اللي صغر مني ب7 سنين. والوالدين واخا ما قراوش ولكن الحمد لله ربونا احسن تربيه، وكنا عايشين بالقناعه بالرضا بالمحبه والتربيه الحسنه. ملي كنت صغيره وانا كنعرف خالتي ميلوده اللي هي دابا عدوزتي، الله يرحمها، لا كان علي عندها علاش ترحم. فاش المهم هي اللي فاش كبرت زعما ولات عدوزتي الله يرحمها، كانت مرا دكاليه من داك الجيل القديم، دوك الدكاليات الحارات، طويله صحيحه، كانت غليظه، واش ما تحت فمها وتحت يديها، داك الوشام كيبين داك القوه ديال العيالات كي كانوا، داك من نوع داك العيالات اللي كيبان عليهم ديك الهبه ديالو، غا كتشوفها كتخلعي منها. انا ملي كنت صغيره والله العظيم كنت كنخاف منها، ما عرفتش كي كانت كتجيني بحال قاصحه بزاف صعيبه. مع الوالده عندي كانت انا درويشه، وشحال من مره كنت كنشوفها دابزه مع شي واحد المهم كانت قاصحه. هذه هي الفكره اللي كانت عندي عليها من الصغر. كنا كنشوفوها ديما في العراسات في الاعياد في المناسبات، ولا ملي كنا كنمشيو للعربيه عند جدودي، حيت خالتي ميلوده راه كانت هي مرات ولد عم بابا، راجلها عمي عبد العزيز والوالد الله يرحمه كانوا ولاد العم. وانا اصلا صرغينيه، كنا كنمشيو للعربيه الصراغنا في الصيف ولا في العطل، وهذا كنا كنتلاقاو تما، كنتلاقاو في الدار ديال جدي. خالتي ميلوده كانت مرا مجهده بزاف كما قلت لكم، والده تقريبا شي 5 ديال الولاد من غير اللي ماتوا، لا ماتوا لها شي 3. ايوا كان صوصه معروف بالدوار فاش كنمشيو للعربيه. وانا ملي كنت صغيره ما كنتش كنفهم بزاف دوك التصرفات ديالها ولا، ولكن كنت كندير لها الف حساب. كانت ملي كتجي كنخاف منها، حيت ملي كدات خاص مع ولادها ولا تضربهم كنت كنشد انا قنيتهم ونتخشى ورا امي. ايوا دار الزمان كبرت وقريت وخدمت. ايوا حتى جا النهار اللي تبدلات فيه حياتي، النهار اللي تزوجت بولدها سي محمد. سي محمد انسان درويش مسالم، ما كيبغيش المشاكل، حتى هو قرا وتوظف موظف في المنطقه ديالو عاديه، ما قليله ما كثيره. ايوا حتى انا معلمه. ايوا قال لك الوالدين يجوجونا نديروا حياتنا بالمعقول والنيه والموده والرحمه، داك الزواج ديال الوالدين. انا ما كنقدرش نهضر مع با ولا نقول ليه لا ولا كاين ها كاين ولا، نهائيا خداو هما القرار ديالهم، قال لك غادي تزوجي بس محمد صافي. الوالده حتى هي قالت لك صافي. قلت لهم واخا صافي ما كاين باس. ولكن من اول خطوه دخلت فيها لدار خالتي مينوده حسيت ان هذا الزواج ماشي ديالي، والطريق ماشي كما كنت باغا، وهادشي اللي داخله فيه ماشي ساهل. ايوا العرس تبارك الله داز كبير، كان من اجمل الايام دوك الايام ديال العرس. صراحه كنت فرحانه، لبست انا الابيض بحال البنات، حتى انا نقيت داروا بيا صحاباتي وبنات العائله، والموسيقى والضحك والناس كيباركوا ودايرين بك وحاسه بديك الجمعه الحباب والصحاب. كنحس براسي بحال عايشه واحد الحلم اللي كنت كنتمناه من صغري. سي محمد ماشي داك النوع اللي كيهضر بزاف ولا كيعبر، ولكن كيتعامل، كيشوف فيا بحال كيقول لي بعيني زعما راك باغيك وغنتهلا فيك وكبر بيا وجاب لي داكشي اللي كنت كنتمنى حتى انا كاي عروسه. وبين الضحك والزغاريت كنت باغا نشوف عوجه خالتي ميلوده، ما تتخيلوش ما تصوروش. الناس كيغنيو ويصفقوا، هي جالسه كدير ديك الشوفه ديالها القاصحه، مراقباني من النهار الاول بحال شي قاضي باغي يحكم على شي مجرم قدامه. داك النهار
بحال تزاد معايا الزايد. كنشوفها كتشوف فيا ديك الشوفه بحال انا ماشي عروسها. حسيت ديك الوقيته بحال انا الخصم ديالها ولا عدوسه ولا داخله معاها فشي مدهبزه. ايوا طلعوني في العماريه، الزغاريت واصلت للسما، كلشي فرحان كيغني. ومهم داز العرس زعما من احسن ما يكون، ما عندي ما نقول عليه. ايوا دخلت للدار جديده وانا كنقول غادي نبدا حياه جديده، الحمد لله داخله بنيتي. وعاد خالتي مينوده ملي كنا في الجمعه نهار الخطبه قالت الوالد، قالت ليه راه غتكون بنتي قبل ما تكون بنتكم، صافي هذه راه بنتي. ايوا مع الدخله بانت الحقيقه. دخلت للدار فرحانه. الدار ديالهم كانوا فيها جوج ديال الطبقات، دار كبيره كان بانيها عمي عبد العزيز لانه كان كيدير الفلاحه وكان مسك عليه الله. ايوا هما ديك الوقيته كانوا بانين واحد الطابق فوقاني قسمينو على جوج بارطمات. ملي بغى يتزوج اسم محمد فرش ديك الدويره وقادها واتتا على اساس هي اللي غيتزوج فيها. وهما راه الدار تبارك الله كانت كبيره. ايوا داخله فرحانه. الدار راه بيت نعاس، وقفت عليه بيديا كيفاش تفرش وتقاد، وانا اللي جبت داك الجويان المساند جويتهم بيديا، وانا اللي عمرت البلاكار بيديا. المهم كنت واقفه على داكشي، كانت معايا امي. لقيت ميلوده واقفه ليا في الباب. مرحبا 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 بك في دارنا، وكتورك على ديك دارنا بحال كتقول لي دير ماشي دارك ديرها دارنا. حتى انا ابتسمت لها باحترام وقلت لها الله يخليك لينا خالتي، انت راك بحالك بحال امي في مقام ماما. ضحكات ديك الساعه واحد الضحكه ماشي هي ديك، بحال ديك الضحكه الصفراء وهي تقول لي انا ماشي ماماك، انا عدوسك، وهنا راه الفرق كبير. ايوا فاش سمعتها يا البنات تقلبت عليا الدنيا دارت بيا. كيفاش مرا كبيره كتجرح عروستها في النهار الاول؟ بغيت نجاوبها بشي طريقه مأدبه، ولكن سي محمد ديك الساعه ويزير عليا على يدي ويقول لي صافي يلا نطلعوا خليها. ايوا من هنا بدات القصه. دخلت لدار العروسه وبديت كنسمع ديك الهضره. حيت داك النهار كانوا داروا بحال صدقه عندهم في الدار، عرضوا ديك الوقيته الجيران ديالهم اللي تما في الحومه لانهم ما كانوش معروضين في العرس. بديت كنسمع هضره الجارات، والله الا كضربني في ودنيا كدير لي طن. سمعت وحده قالت لهم باز ليها وعند من جات داري انا تخلات ديك الساعه. تلقائيا رجعت لي هذيك الفكره اللي كنت واخده عليها ملي كنت صغيره وكنت كنخاف منها. يوم النهار الاول راه وراتني الوجه الحقيقي ديال وجه العدوزه، ماشي العدوزه وجه العدوه. من اول صباح وانا باقا عروسه فرحانه. فقت انا بكري خايفه منها، وليت خايفه منها ولا خايفه تقول لي شي كلمه تجرحني بها. فقت انا قلت اش غادي ندير، غنوجد الفطور لاس محمد، نبداو حياتنا جديده عاديه، ما نديرش فيها داك الفشوش الخاوي. انا رمي ملي جايه وهي كتوصي فيا عندك ردي بالك دابا راك تزوجتي المسؤوليه كاع داكشي اللي قالتو ليا امي قلت غادي نديرو. دخلت للكوزينه حتى كنتفاجئ بميلوده واقفه. انا قلت زعما غادي نسبق نوجد الفطور ونحطو اليوم ما فيها باس. واقفه دايره يدي على جنابها وهي تقول لي وانتي راه باقا عروس غتدخلي الكوزينه من نهارك الاول. بديت كنضحك نعاونك خالتي. هي تشوف فيا واحد الشوفه عمري نساها، معني انا واقفه عليك تتعاونيني سيري تجلسي قاده بشغالي. داك النهار فهمت زعما الكوزينه ديالي والدار ديالي وانا غدا داخله عليها. حتى الكوزينه ما بغاتنيش ندخل ليها. كل نهار بدا نفس السيناريو. كنرجع من المدرسه من الخدمه كتشوف فيها كتطلعني وتهبطني وتقول لي شاش لابسه، كاين شي مرت الراجل تلبس هكا زوينه هادي. ما كنعرفش باش نجاوبها، كتلفني ما عندهاش زعما مع تقاد الهضره والو، كتعطيها لك في وجهك بحال الطوبه كتضربك بها الوجه. ومع ذلك كنقول راه هي طبيعتها هكاك، هي معروف عليها خضره ما كتعرفش تهضر من بكري. كنقول ما صافي انا وراجلي مفاهمين، راجلي درويش الاقصى حد داك النوع اللي ما كيحركش البيضه من بلاصتها. ما يقول لك لا هادي علاش ولا هادي كيفاش، كديري اللي بغيتي. ما هادي عنده بعض المرات يديني الخدمه، بعض المرات يجيبني، ما كيتناقشش معاك في اللباس، ما يتناقش معاك في الشقه، ما حتى شي حاجه والو. كنقول مادام راجلي معايا مزيان صافي هي ماشي مشكل. ملي كيكون جهه بعدا مقاده راه كتهز شويه على الجهه الاخرى. الصغيره والكبيره لبسي هكا ما تلبسيش هكا، انتي ماشي مازال عزبه، انتي راك مرت الراجل، والراجل ما كيدويش عنده عادي. والمشكله ان لباسي انا محترم، ما كنلبس مقزب، ما كنلبس مزيان بحكم خدمتي. راه لباسي
لباسي كله محترم. المهم باغا تحكم في الصغيره والكبيره ولا باس، حتى في المسائل الشخصيه كتدخل في الماكله، في اللباس، في طريقه كلامي، كيفاش كنتعامل مع راجلي. بزاف 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 د الحوايج. وكنصبر كنقول في خاطري راه مرا كبيره وخصني نحترمها مرات راجلي وماشي معقول نبدا ندخل معاها في نقاشات ما جاتش. كان ديما السند ديالي هو سي محمد. ولكن المشكل الكبير ان سي محمد كان مسالم بزاف لاقصى درجه، وملي كنشكى ليه كيقول لي ووداد خليها انا ما نقدرش ندخل بيناتكم، هذيك راه امي. ايوا تصوروا الموقف، راجلي معايا كيبغيني ولكن كيكون دائما عاجز وكيخاف من مو، وانا كيخليني كنتفقس من الداخل. ايوا نهار على نهار كنرجع من المدرسه عيانه ومع ذلك كنوقف بداك العيا ديالي وكندخل نعاونها. واخا كتجري عليا ما كتبغينيش ندخل للكوزينه، ماشي ما كتبغينيش ندخل للكوزينه حبا فيا ولا خايفه عليا جايه عيانه، لا ما كتبغينيش. كنقيس شي حاجه تقول لي لا حطي هذيك ما تقاسيش هذيك، الثلاجه اللي حليتها كتبقى واقفه عليا تشوفني اشنو باغا ندير. والمشكله الكبيره ان الدار الفوقانيه فين جالسين حنا ما فيهاش الكوزينه، يعني الطياب عندهم في الدار، وحتى ولو تبغي ديري غير شي حاجه بسيطه ما عندكش فين غادي ديريها. وهي واقفه كتسنى ليا غلطه صغيره مثلا، علاش هاد الماعن باقي ما منشفينش، وهي حابسه كتدخلي للكوزينه وكتجي تقول على شي حاجه انت ما عندك فيها دخل. علاش هاد الطبسيل ماشي في بلاصتو. بعد المرات كندخل معطله شويه، وتي واش معلمه ولا كتبقاي حتى كتسدي الباب ديال المدرسه وجايه حتى ل7؟ تي واش كنتي خدامه ولا كنتي كدوري؟ كل مره كتذبحني بكلمه، كنبلعها بحال شي دواء مار، كندير عليه جغيمه الماء وكنقول ما كاين باس. واحد النهار كنا مع واحد العرس من العائله، ايوا لبست قفطان زوينه من القفاطه اللي كنت مخيطه في العرس ديالي، انيق زوين، خليت شعري هكا مطلوق عادي، عادي قفطان ولباس وماكياج عادي ديال العراسات. المهم باغا نبان مزيانه قدام العائله، باقا عروسه جديده. ودخلنا العرس كلشي كيباركوا لينا، حنا مازال عرسان جداد. حتى كتجرني ميلوده من يديا قدام العيالات فيها تقول لي يا ويلك شفتك مقاده كي بحال هادشي العروسه في الدار ما تعرفي تقادي حتى خبزه. وبدات كضحك وكيضحكوا معاها الناس. ديك الساعه كيتغامزوا، كاين اللي كيشوف فيا بحال بقيت فيه. المهم بدات كتحشي ليا في الهضره، بقيت واقفه هكاك متحجره، دموعي قربوا يطيحوا. مشيت ديك الساعه جلست. سي محمد حس بيا ويقول لي الا قالت لك الوالده شي حاجه ما ديريش في خاطرك راك عارفه. جاوبته ديك الساعه كان غلي طلع لي الدم ديال بصح. ولكن سي محمد علاش قدام الناس؟ بيناتنا في الدار، ولكن علاش تبهدلني بحال شي دريه صغيره؟ ما جاوبش ديك الساعه، دور وجهه للجهه الاخرى وبقى ساكت. مره اخرى في العربيه عند جدودي جالسه مع العيالات هي الدوار، ملي كنا يلا جينا مولفين فاش كنجيو كيجيو كيكبروا بينا، يجيبوا الملوين المسمن الفران البغرير، كيتفاهموا بيناتهم وكيجيو كيديروا ديك الدخله وزعما كيجيو كيباركوا لنا راه جينا. كنضحكوا كنهضروا حتى كتوقف ليا ميلوده يا وداد غتبقاي جالسه مع العيالات وبديت قاعدي شوفي راجلك راه لداخل. بداو كيشوفوا فيها الطريقه باش كتهضر ديك الطريقه اللي كتنقص منك، وانا ما كنرضاش كنحس براسي. جاتني السخفه جاتني الدوخه ما رضيتش. جاوبتها وانا كنعصر الحامض على قلبي. واخا خالتي واخا. ونض ديك الساعه مشيت للبيت الدموع محبوسين في عينيا. هذا هو ديك القهره العلنيه اللي كتقتل الواحد من الداخل. والمشكله ما كتقدريش تجاوبي معها. واش غتجاوبي مع عدوستك صدقي ما مزياناش تقولي لها شي كلمه ديال السخط ديالها؟ ولا امي راه كانت ديما كتوصيني وياك يا بنيتي وسخط العدوزه راه واعر. وهي كل مره خصها انت تلقى الفرصه باش تطيح مني قدام الناس، باش تخليني نبان صغيره ولا نبان ناقصه. واخا هي مع بنات راه العكس، كتكبر بيهم وكتردهم شي حاجه عما وشان، وتهضر على القرايه ديالهم حتى هما راه ما قارين والو. راه بناتها بجوج خارجين من يلا كيطلعوا الاعدادي وخرجوا، يعني ما قارينش شي قرايه. ملي كنقول لسي محمد واس محمد هضر مع خالتي راه انا ما كنقدرش نجاوب معها، واش غتبقى هكا ساكت؟ كيقول لي وداد راه امي هذيك واش انا ما نقدرش ندخل بيناتكم سمحي لي. ديما الجواب ديالو موص وكيزيد كيطعني به، محتاجه غير داك الدعم. ولكن كنلقاها القهره وهاد الهضره ما كنقدرش نقولها قدام امي ولا دارنا نهائيا. لا قلتها يقدروا ياخذوا شي موقف خايب وانا ما باغاش هادشي. واللي قارني هي محده وهي كطرا والراجل محدو وهو ساكت.
داز ديك العطله ديال الربيع، انا ما كنتش تلاقيت فيها مع امي ودارنا نسافروا. سافرات امي لعند جده ديك الوقيته في الشمال، انا ما بقيتش لقيتهم. ايوا رجعنا للخدمه. انا وسي محمد بحكم اننا بجوج كنخدموا نهار كامل، كنجلسوا السبت والحد، كنتسناو العطله ديال السبت والحد بحال كنتسناو العيد. ارتاحوا زعما، هو موظف وانا معلمه. ايوا كنقولوا ديك العطله بعدا ندوزوها نرتاحوا، نخرجوا نتساراو، ولو خا نعسوا مزيان نحسوا براسنا ارتاحينا. ولكن لاله ميلوده ديما عندها مخططات اخرى. كل سبت وحد كيجيو بناتها بزوج مع ولادهم جايين بحال جايين العرس. ايوا الدار كتقلب الغوات الضحك البكا الدراري الصغار. ايوا شكون اللي خصو ينوض يشقى ديك الساعه هنا؟ ما كتبقاش ديك القضيه ديال لا هادي كوزينتي لا هادو معني. ايوا خصني انا اللي نوض نوجد وانا اللي نوض نسخر، حيت ميلوده كتقول لك ايوا جاو بناتي نجلس معاهم دابا دخلي لكوزينتك. ما كتبقاش ديك الساعه كوزينتها ولا كتولي كوزينتي. كنقول لها واحد النهار تقريبا صافي زعما عيقات عليا بزاف، وقلت لها بصراحه، قلت لها خالتي حنا راه كنجلسوا نرتاحوا السبت والحد، راه محتاجين شويه الراحه. هي تقول لي الراحه راه الضياف ماشي لموالين الدار. ايوا السي محمد كيتحرك في هذا الموضوع بحال ما كاينش والو، ديما داك المسالم الدرويش ما كيقول حتى كلمه. واحد النهار في السبت الصباح كنت انا وسي محمد موجودين نخرجوا نتغداو برا، صافي درنا بلان. قلت لي سي محمد راه هاد المره راه والله ما نجلس، الا ما خرجتيش معايا نتغداو برا نمشي لدارنا نتغدى معاهم وندوز معاهم سنه سبت والحد. ايوا لبست تقاديت، كنتسنى ديك الساعه دخل كيدوش بخرج من الحمام، كندير الروتوش الاخيره. ميلوده يدخل بلا ما تدق الباب حتى حليت عندنا الباب. يا فين غاديين؟ سي محمد جاوبها نخرجوا نبدلوا الجو شويه الوالده. يا تقول لي شنو هي تبدلوا الجو؟ يا ويلي خواتاتك جايين ضاربين الطرقان باش يشوفوك تخرج وتخليهم، ما وين حشومه وعيب وعار. انا وقفت في بلاصتي، تخنقت ديك الساعه، تخنقت صافي النفس حبسات فيا. حاولت نضبط الاعصاب ديالي زعما نجاوبها. اخالتي راه ديما كيجيو كيلقاونا وكنفرحوا بهم وعندهم ماشي برانيين، راه حنا العائله. غير اليوم نخرجوا نشموا غير شويه الهواء وبقى ما كملتش كلامي وتنهض فيها واحد النهضه. هي انا داويه مع ولدي ما داوياش معاك تي، دوزي جلسي تي وياه لا كتسمعوا. السي محمد كنتسنى كنشوف فيه هو ردة الفعل ديالو واش غيدير ديك الساعه. قال لها واخا الوالده ما يكون خاطرك، وتم داير كيبدل في حوايجو. انا ديك الوقيته جاتني الساكسه والمسكوته، ضرباتني الصاعقه، كنشوف الدموع تحبسوا في عينيا. صافي دغيا متفقين بقات ديال الامور ديالنا. اتى الراجل بكلمه ما يعرفش يقول لها لا الوالده، ولا واخا ماشي يتخاصم معاها ولا يدور فيها، غير بشويه لا يقنعها. واش هادوك اللي واش ما كيحشموش خواتاتو؟ واش عارفين ان حنا خدامين الاسبوع كامل وكيجيو كيجيو هكا كيروبلونا؟ راه ما تخيلوش الصداع، راه كل وحده عندها 4 الاولاد تبارك الله تبارك الله، وهربانين للشياطين هربانين للجنون. دوك الدراري ما مربيين ما مؤدبين، كيدخلوا يحلوا عليك الباب، يدخلوا يرونوا لك. شحال مره كنحيد ولد الوسي صغيره من فوق الكوافوس، طلع ليا فوق الكوافوس، البنت كتجي تبقش ليا في الماكياج، هادي تجبد لك في الحوايج، هذا يمشي للمجرى التحتاني اللي فيه التقاشر. كتولي ما حيلتك ليهم، ما حيلتك الشقه اللي كتشقيه، ما حيلتك الفقصه اللي تفقستيها. ايوا على هذا الحال بقينا 2.5 شهور وحنا هكاك. الا خرجنا شي خريجه راه زهقنا ليهم وصافي. ولكن غنخرجوا راه حماتي كتكون هي الاولى، لاله ميلوده لابسه جلابسه ضربه لك التسويكه السنان كيبريو وديك سنه الذهب هكا كتشعل وتقول لك يلاه رجلي على رجليكم. في ديك الوقيته هاد السنين كاملين كتقول لك والو العطله ندوزوها في البلاد، كتحرر علينا العيشه ديال بصح. بغينا شي مره حتى حنا نمشيو للشمال، نمشيو نشوفوا الدنيا كي دايره، نسافروا نمشيو للبحر، والو كتقول لك لا. ولكن سبحان الله دوام الحال من المحال. فينا واش الجبل اللي كان ما يهزو ريح، فين هي القلده والطوله والصوت والجهد، كل شيء مشى. مرضات واحد المرضى سبحان من يبيتها في شان ويصبحها في شان. جات واحد المرضى على فجأة على بغتة، جات واحد المرضى هداتها، ضعافت حتى ولات جلدة على العظم. ايوا ملي درنا بها الاطباء ودوزنا لها لقينا جاها سرطان كونسير، وجا هذاك داك القاصح دغيا بالزربه انتشر لها في ذاتها كامله. ما وعينا به صافي كنكلاها ماكله. ما كملات شهرين
وتوفات. حتى لواحد الصباح ملي شتا تعطلات ما فاقتش، ومن الزهر كان نهار السبت ما خداماش. وهكا قلت لسي محمد ما عرفت مال خالتي ما شتها ما ناضت ما والو. قال لي نمشي نشوفها. مشى حتى كيلقاه بارده ثلجه، وعيناش بها الوقت اللي خرجت الروح. ايوا مطر روينه والبلبال عرفتو لجوت الموت، وجاو العربيه والدنيا عمرات واحد الحاله. بقات فيا ما نقولش لكم ما بقاتش فيا، كنتفكر ديك الانسانيه كيفاش كانت بالجهد وديك القوه اللي عندها، وهذا كيفاش باتت ما صبحاتش. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. ايوا دازت الايام ديال الكنازه، ديال الموت، ديال الحزن، ديال البكا، وتفرتك المجمع. كل واحد مشى في حالياته. اللي كانوا جايين من العرب خواتاتها مشاو حتى هما سافروا لدكاله. مهم تخوات الدنيا شكون بقاو ناس بجوج، هناء وهدى. هناء هي الصغيره مزوجه بواحد خضار، والاخرى مزوجه بواحد عنده محل ديال المواد الغذائيه. راه عندهم ديورهم بقاو جالسين، اليوم يمشيو غدا يمشيو، ما مشاوش. ماشي قالوا بغينا حقنا في الدار ولا بيع الدار وبغينا الورد ديالنا، ولا لان حنا عمي عبد العزيز كان توفى في هاد السنين مورا الزواج ديالنا، كان توفى في العام الاول. اشنو قال لك بغاو هما؟ قال لك باغيين يشموا ريحه ميمتهم غيبقاو في دارها. هنا كانت الصدمه ديالي، عرفتوا شنو معنى انهم يبقاو في الدار؟ راه عندي الرباح يبيعوا الدار وما يبقاوش فيها. المشكله اللي عندي هي الكوزينه. بديت كنفكر ديك الساعه، قلت لسي محمد دابا ملي غيجيو خواتاتك غادي يجلسوا ديروا كوزينه في الدار، وديك الساعه باش ما يمكنش انا نبقى نهبط عندهم للكوزينه وهما برجالهم والدنيا ترونات. غنديروا كوزينه ديالتنا. عندنا واحد البيت صغير هكا فيه بالكو، يجي كوزينه زوين نقادو فيه الكوزينه. وهذا هما قال لك الدار ما تباعش، الدار ديال الوالدين ما تباعش، غيبقاو ساكنين فيها. صافي قلنا وعليه. رجعت انا لخدمتي، راجلي توا في خدمته. بدات الامور كتهنا عندي شويه كتبرد. ما نقولش لك بعدا بديت كنحس براسي مزوجه وعندي الكلمه وداك كندير داكشي اللي بغيت. ايوا جاب راجلي واحد السيد شد لنا ديك البيت كيصلح فيه، واحد الراجل اللي ثقه، عطيه الساروت كيقاد. ملي كنجيو في العشيه كنلقاوه ما مشى مع الخدامه ديالو، قال له بغينا الكوزينه دغيا توجد لينا. وملي كتكون الماده والفلوس راه الحاجه دغيا كتقضى. تقريبا واحد 8 ايام كانت الكوزينه مقاده واجده كما بغيناها، بداك الشيء طلعت زوينه والحياه غادا على ما يرام. ايوا ملي كتكوني في المشاكل وكتبداي ترتاحي وكترتاح نفسيتك وكذا، كتمني ديك الحياه زعما تطوال تبقاي في داك الهناء. ولكن شكون خلاك؟ واش اللويسات غيخليوك؟ حنا ساكنين الفوق، فوق منا كاين السطح باش ملي كيطلعوا ينشروا فيه كيطلعوا الدراري كيلعبوا. ايوا واش غادي نقول لكم، داك السطح ولا حالته كيلعبوا فيه الدراري. حطوا فيه التبقشيشه، جابوا داكشي اللي عندهم في الدار الاخرى حطوه في داك السطح، بناو فيه واحد البيت. دوك الدروج ملي كنجي كنلقى حالتهم، مشكلتهم انهم مرخيات، ولادهم قباحهم شطونين وكيرونوا والدنيا مرونه. وملي كنجيو انا وسي محمد من الخدمه، دوك الدراري كل مره شويه في الباب دق كتحلي بغيت نشوف عمي، بغيت نشوف خالي، بغيت نشوف جدي، وما كيحبسوش من الدقان. انا كنحشم اني ما نحلش لهم الباب، كيبدا يقول لك ما حليتيش ليا. كنحل لهم ملي كيدخلوا راه جنون هربانين، هما طالعين كيرقصوا في قصدادر، هما يدخلوا يجروا للبيت، يدخلوا الحمام يفزقوه يرونوا. المشكله اني ما تهنيتش منهم. داكشي اللي كنت عايشه معاهم اللي كاتبهم هو نفسه. ما كينجيو هكا ولا مثلا نيت في السبت حتى كتمجي واختها بلا حشمه بلا حياه. وقت الغدا كيدقوا ايوا جينا نجلسوا معاكم شويه، ايوا تما بقاو تما وقت الغدا. حنا ناويين نخرجوا، كنبغي نمشي نشوف الوالده ديك القيسه. كيبقاو جالسين، كتحشميش تقولي لهم راه غادي نخرج، بقاو تما جالسين. كتجي الكوت خصك تنوضي توجدي لهم الكوت، ايوا بقاو تما حتى العشاء كيتعشاو. وتقولي ما عندهم رجال، ما عندهم فين يجلسوا. ما عرفتش انا ديك الطبيعه ديالهم ما بغاتش تفهمني نهائيا، حيت صابره والصبر كيدبر. وملي كنقولها لسي محمد كيقول لي غا صبري، راه خواتاتي ما عندي ما ندير لهم، واش نقول لهم سيروا خرجوا لي من داري؟ ما جاتش. ايوا هنا صبرت العدوزه راه صبرت ليها، ما كان ما عندي ما ندير. كنقول هذيك راه مرا كبيره وعدوزتي وعليا بالاحترام. بديت كنعاود لامي، حتى هي كثار مني كتقول لي ايوا صبري يا بنيتي، ما عندك ما ديري، كتضلي خدامه كتجيبك غير الغدا وهذا، صبري صافي راه دارهم هذيك.
صافي امي ما قتلتني ما حياتني. حتى لواحد النهار اللي صافي طلع الدم للراس، رجعت ما فهمتش انا شنو واقع داك النهار. شي مرات هكا ملي كنخرج انا وسي محمد كيبقى الباب محلول ديال الفوق ديال الدار. ايوا جيت كنلقى داري مبقشه صح ما يتمكن، مبقشه نيت وتبقشيش اللي مبقشه ماشي ديال الدراري الصغار، حيت البيت نعاس مبقشش الحوايج مبقشين. دايره واحد البواطه انا عندي فيها الذهب ديالي، خازنه عندي واحد البراسلي زوين كنت شارياه فاش يلا بديت الخدمه وداكشي كنت شريته، ومن بعد كنت خديت ليه الخاتم ديالو خيده سنيسله رقيقه هكا ومعها واحد المصاحف زوينه كتعجبني رقيقه لاصقه على العنق دايراهم في ديك البواطه. جاب الله كاين عندي ذهب اخر ولكن ما مخليهاش ما كاينه دايرها في بلاصه اخرى. ملي قلبت ما لقيت لا البواطه لا الذهب، جبت داك الماريو كامل فرتكتو، جبت جهتي كامله كنقول ياك ما تلفتو بدلت لها البلاصه، جبت الجهات لسي محمد كلها. واحد المجوره اللي عندي دايره فيهم تقاشر ولي سوفيتمون كلها جبتها كنقلب، وليت مقرب للديه كامله كنقول ياك ما كنت هزها وتلفتها في شي كونت، ياك ما ممكن نرجع نقول لها ويني انا راه جيت لقيت الدار مرونه ومبقشه. قلت لسي محمد قال لي لا ما يمكنش، ياك ما غاد الدراري يطلعوا كيلعبوا شوفي غتكوني تلفتها في شي كونت. قلبت تعيات ما لقيتهاش، ما لقيت ما نقول اش غادي نقول شي حاجه نتسمى ما مزياناش الديفو ديالي لا فوت ديالي اللي ما سديتش باب داري. بقيت بديك الفقصه ديال ديك البواطه كنموت وكنحيا، كنصلي لدرجه كنصلي وكندعي وكنقول يا ربي بين لي العلامه، ويا ربي الا كان هذا الشيء من العبد لا سمح ليه، لكن انا تلفتها ما عندي ما ندير. تقريبا شهرين دازت شهرين من الايام وشي ايامات ما عقلتش شحال، حتى ولدات واحد بنت خالت راجلي وتعرضنا للسبوع. مشينا للسبوع ايا حتى كتصدمني صاعقه وضربتني للراس، كتبان ليا السلسله ديالي الرقيقه في عنق هناء لوستي. عرفتي شنو راه ما عقلتش ديك الساعه، ما عرفتش كيفاش بقيت جالسه مثبته راسي حتى سالا داك العرس، سالا داك السبوع. ما عرفتش كنغلي بركان وشعلتي وغادي ينفجر. ديك الوقيته كان سي محمد هو اللي غيجي يرجعنا للدار غادي يجيبنا. جا سي محمد رجعنا ركبت ما دويت ما تكلمت، غادي الله الا لا نايضه كيضحكوا ولادهم مركبينهم كل وحده هازه ولاد حداها، وداك الصداع بحال كيسخن فيا، داك الصداع كيغلي راسي. وصلنا للدار، فاش وصلنا هما دخلوا للدار التحتانيه ديال عدوسي، دخلت معاهم عاد دخلنا حطيت ساكي وانا نحيد صباطي الطالون من رجليا وانا نتلفت عندها وانا نقول لها اختي هنا ديك السلسله اللي في عنقك ديالك هي بحال طرشتيها، ما عرفتش واش سهات ولا ربي بغى يفضحها ولا شنو ما فهمتش. بدات كتسمتم ما عقلتش على راسي، ما عرفتش داك الجهد اللي عطاني الله منين جا، داك الجهد الفقصه، داك الجهد التراكمات، داك الجهد الشمته اللي شمتاتني، الضحكه اللي ضحكوا عليا، البيت اللي بقشوه، داري اللي حلوها. تلاحيت على داك الشهر ما عرفتش كيفاش شادها كالريش ونقول ما ريشت، كنتف كنحس داك الشعر كيتقلع في يديا. اختها ما فهمت والو، لا حسبنتها ما فطنات بيا فات الفوت، جات يلا غتلاحى ليا ما عرفتش كيفاش ركلتها برجلي الاخرى اللي حتى صافي سخفات، عاد ساليت من هذيك ولا ندور الاخرى كنتف ونضرب ونعض ونقمش حتى سخفت. انا سخفت وهما سخفوا تلاحوا قبل مني سخفانين. ما جا فين يتمطالع سي محمد حتى كيلقى ديك الروينه كيلقاني انا واقفه ماشي نتفه حمراء، كنهج وكنغوت وكنهير وهزيت ساكي وصباطي وطلعت لداري. كملت بالغوات، وديك السلسله راه ما خليتهاش لا كنضرب فيها نثرتها هكا جريتها لا تقمشتها في عنقها والسلسله بقات في يدي مع الشعر. وطلعت للدار ملي جات محمد قال لي تي واقع تي مالك اش كاين واش يجمعوا عليك؟ قلت لي لا يحييهم. قلت لي سي محمد صبرت وشاهد على الصبر ديالي، صبرت ساعيت خونوا لي دابا سي محمد وكنغوت كيقول لي واش متاكده وانا نحل يدي. قلت لي ها شوف ها السلسله ديالي. قلت لي والله سي محمد وما يتحط الخاتم ديالي والبراسلي حتى البوليس يحضروا. قال لي غتهدني ويقول لي واش انت اللي ضربتيهم؟ قلت لي اييه. قلت لي باقيين يجبدوني ولا يقربوا لي ولا يحادوني غادي نتفاهم معاهم. قلت لي سي محمد ذهبي يحضر ولا البوليس غادي يحضر. ديك الوقيته كنتسنى ما عرفتش غيدير ويبدا كيضحك يقول لي واش متاكده انت اللي درتي لهم ديك الحاله؟ كنقول لي اييه. ويقول لي اول مره ويقرضف ليا ويقول لي وها المونجور ديالك قال لي الصراحه بردتي ليا فيهم القلب.
قال لي واش غنقول لك، وراه انا راه كنشوف فيهم اش كيديروا، ولكن ما عندي ما ندير، راه ما نقدرش نقول لك ديري اليوم ولا فعلي اليوم، راه كيبقاو خواتاتي، ولكن باش يخونوا لك ذهبك منك اليوم. قال لي انا غنهبط غنقول لها تحط لك داكشي اللي باقي، ولا انا اللي غنعيط نيت للبوليس. خليته هبط. عرفتوا بديك الفقصه وداكشي اللي درت، كتشاد راسي بين يديا وكنفكر وما ندمتش، والله ما ندمت. غزيت فيهم باش عمرهم باقيين يطوفوا بساحتي ولا يدوروا بيا. وفعلا هذيك كانت هي الاخر عليهم. طلع اسم محمد وفي يدو البراسلي والخاتم، حطهم ليا وقال لي راه حلفت عليهم، قلت لهم عمرهم ما يطوفوا بساحتك ولا يدوروا بك، وانا غنشكى لهم من رجالهم. صافي انا الضحك والبساله ما عندي ما ندير به. ومن داك النهار كانت هذه هي الختام بينه وبينهم، ولاو كيشوفوني ولاو كيقولوا لي اختي وداد، ولا الاحترام 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 بالاصول ديالو. راه كاين شي انواع ديال الناس الا ما بينتيش لهم القباحه، ولا ما وقفتيش لهم في وجههم، ولا ما عريتيش لهم على نيابك، كيحقروك وكيديروك تحت الصباط. بعد من الوقت الظرافة وديك النية الزايدة راه ما كتنفع في والو. انتي كتبغي بواحد النية صافية انك داخلة على الزواج، باغا تختار بها عائلة راجلك، تقدريهم، تكون واحد العائلة زوينة، تفاهمي شوية، ولكن هو ما كيتعاملش معاك بديك المعاملة. كاينة العدوزة اللي كتدخلي عند عروسة لدارها كتولي عدوتها، كتغير منك، كتحسدك، كتوقف فيها المشاكل. وانا راه خدمت لي السيستم وصلت لك باش تصرف.